السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معايا كاملين فيديو جديد ووصفة جديدة. كنتمنى ديما الامور ديالكم تكون على خير. او الا كنتو اول مرة كتشاهدوا القناة، معكم بشرى. ما تنسونيش بالاشتراك ديالكم والضغط على جرس التنبيهات باش ان شاء الله توصلوا بجديد الوصفات. ومرحبا بكم في القناة. الفيديو ديال اليوم كيف ما كتشوفوا معايا ان شاء الله غادي نوريكم الطريقه اللي كنرتب بها هكا الثلاجه والمحلول اللي كنغسل به الثلاجه كتجي نظيفه، ما كتخليش لكم نهائيا الرائحه الكريهه اللي كتخلي لكم هكا بعض الخضر. فان شاء الله تابعوا الفيديو من الاول حتى الاخير، خصوصا هكا الاخوات اللي طلبوني على هذا الفيديو. فبصراحه شحال هادي ما درت لكم فيديوهات فيهم هكا حلول وتنظيم وتنظيف من طبيعه الحال ديال المطبخ. فقلت ملي غادي نغسل هكا الثلاجه بالمحلول اللي مولفه هكا كنمسح به الثلاجه، فقلت ضروري غادي نشارككم مع الاخوات اللي طلبوها مني. فبلا ما نطول عليكم يلا معايا تعرفوا على الطريقه اللي كنضيف بها الثلاجه. فاول حاجه كيف ما لاحظتوا معايا انا خديت هكا الخضره، غسلتها كامله بالماء مع قطره ديال الخل وخليتها هكا باش تقطر على خاطرها. مباشره الثاني كيف ما كتلاحظوا معايا الثلاجه فانا خويتها كامله من الاشياء اللي كانت فيها، حيت فيها الطاجيرات اللي تيكونوا هكا ديال الزاج. وبالنسبه للثلاجه اخواتي كيف ما كتشوفوا معايا غادي تبان لكم ماشي موسخه، لانني كندير فيها تقريبا كندير ليها هكا التنظيف اليومي. يلا كاينين شي بلايص هكا اللي ما كيكونوش باينين بطبيعه الحال، بلاصه هكا المجر اللي كيكون في الاسفل كيف ما شفتوا معايا داك القنيت هكا تيكون فيه هكا واحد شويه ديال اللوسخ هكا متراكم. ولكن غادي نقول لكم ان شاء الله كيفاش كنضيفها يوميا ومره في الاسبوع وحتى مره في الشهر. فبالنسبه للتنظيم اللي اولا التنظيف عفوا اللي غادي ندير لكم دابا هو اللي كندير مره في الشهر. فتناخذ هكا كميه ديال الخل الابيض مع الماء كنوضعوه هكا في هذا البخاخ، وكناخذ بيكربونات الصودا. فكيف ما كتعرفوا بيكربونات الصودا مضاده للجراثيم، في نفس الوقت كتنظف لينا كتحيد لينا الروائح الكريهه. فاول حاجه كنديرها كناخذ هكا كميه ديال بيكربونات الصودا، كنحاول هكا نرشها في الاسفل هكا اللي كيكون هكا موسخ بزاف، ولا حتى دوك البلايصات هكا اللي كيكون فيهم اللي كيتحطوا فيهم هكا الطاجيرات. فحاولوا انكم ديروا فيهم حتى هما بيكربونات الصودا مباشره. كترشوا هذا المحلول ديال الخل الابيض، انا كنستعمل هكا الخل الابيض، فتقدروا ديروا الخل العادي ولكن انا كنفضل هكا الخل الابيض كيعطي فعاليه ليه هي اكثر. صافي كنحاول هكا نرش مزيان كيف ما كتشوفوا معايا، ما كنخلي حتى شي بلاصه. غادي نرشها مزيان وغادي نحتفظ ان شاء الله، اولا غادي نخلي هذا المحلول اللي رشيته ديال الخل والماء مع بيكربونات الصودا، غادي نخلي هاد المكونات كامله تفاعل ليا في الاوساخ اللي كتكون هكا في الثلاجه. فتقريبا غادي نخليها الوقيته اللي غادي نمشي باش نغسل من طبيعه الحال هادوك الطاجيرات اللي حيدت، وغادي نغسل هادوك المجوره اللي كيكونوا هكا في الوسط ديال الثلاجه. صافي وغادي تكون عندي هكا الثلاجه من طبيعه الحال ديك الاوساخ كتكون هكا رطابت ليا، وغادي نمسحها من طبيعه الحال من هذا المحلول وهاد المكونات اللي درت. كيف ما ذكرت لكم هنايا راني سديت الثلاجه وغادي نخلي داك المحلول هكا يتفاعل ديال بيكربونات الصودا مع الخل. وهنايا غادي ندوز كيف ما غادي تشوفوا معايا باش نغسل هكا هاد المجره والطاجيرات. فبالنسبه للمجره اخواتي كندير هكا مسحوق ديال الاواني، كندير معاه شويه ديال جافيل، وكندير المسحوق اللي كنغسلوا به المعينات. فاول حاجه كنحك مزيان كيف ما كتشوفوا معايا بهذا المسحوق ديال جافيل، هكا المعجون اللي كنغسلوا به الاواني. وكيف ما شفتوا معايا في الاول وريتكم هكا دوك جوج ديال الشيتات، فوحده انا دايرها هكا خاصه للافابو، كنحك بها هكا لافابو الا كنت هكا من طبيعه الحال غادي نطفو. وبالنسبه لهذه اللي اللون ديالها خضر فانا مخصصها فقط للاواني، كنحك بها هكا الاواني اللي كيصعب ليا انا نوصل هكا القنيتات ديالها من طبيعه الحال. صافي هنا كيف ما لاحظتوا معايا غادي نضربها مزيان بحكه لهاد المجره، ونفس الطريقه غادي نديرها بالنسبه هكا لهادوك الطاجيرات ديال الزاج. بالنسبه هكا الاخوات اللي عندهم من طبيعه الحال هاد المجره اللي هما موسخين بزاف اولا فيهم شي حاجه اللي كتكون هكا قصحت فيهم، فضروري انكم تاخذوا بيكربونات الصودا وكديروا نفس المكونات اللي درت معكم في الثلاجه. كديروا بيكربونات الصودا كديروا عليها الخل والماء وكتخليوها هكا كترتاح واحد شويه، ومباشره كتحكوها وعاد كتغسلوها من طبيعه الحال من هذاك المحلول ديال بيكربونات الصودا، وكتغسلوها مره اخرى بالمسحوق مع جافيل. كيف كتشوفوا معايا هنايا بعد ما ساليت راني ساليتهم هنايا حكيتهم مزيان، غادي نخليهم هكا يستقطروا غير واحد شويه
ومن بعد غادي ندوز من طبيعه الحال باش نغسل كاع الاشياء اللي كنضم بها هكا الحويجات اللي كنكون حاطاهم في الثلاجه، بحال هاد الشبيكات اللي معروفين، الشبيكات هكا راه كلشي كيكون متواجد عندهم. فبصراحه كينظموا الثلاجه بشكل اللي هو زوين بزاف، ما كتخليش الثلاجه ديالك كتكون هكا مكركبه. صافي غادي نحكهم حتى هما بهذا المحلول ديال من طبيعه الحال جافيل. بالنسبه للاخوات اللي ما بغاوش يديروا جافيل فتقدروا ديروا الخل الابيض. فبصراحه اخواتي مولفه انا كندير دائما غير الخل، ولكن هاد المره رشقات ليا انني نغسل هاد المجوره وهاد الطاجيرات والشبيكات نغسلهم هكا بجافيل. فبصراحه مع هاد الوباء ديال كورونا فوليت كنستعمل جافيل بكثره، واخا انا عارفه بانه ماشي صحي، ولكن هو اللي كيخلي هاد الاشياء كتكون هكا نظيفه بزاف. صافي حتى هما كيف ما شفتوا معايا بالنسبه لهاد البليصات فانا غادي ندير لهم حتى هما هاد الشتاء، لان داك البليصات عندي هكا كتكون فيهم هكا واحد الجهه بحال الا محفره، فما غاديش توصل ليها من طبيعه الحال هذيك اللي كنحكي بها. فضروري انكم ديروا هكا شي شتاء اللي كتكون خاصه بالمعينات. صافي غادي نغسلهم بنفس الطريقه هادو اللي كيكونوا هكا الحجم ديالهم كبير، وغادي نخليهم يقطروا ونرجع معكم ان شاء الله باش نكمل معكم الفيديو ديال اليوم. صافي انا بعد ما غسلت كيف ما شفتوا معايا، بعد ما غسلت هذوك الشبيكات، فهاد التنظيفه اخواتي كيف ما ذكرت لكم راني كنديرو غير مره في الشهر ماشي ديما. فملي كندير هكا تنظيف مره في الشهر فاي حاجه كنت حاطاها هكا في الثلاجه، واخا تكون عندي هاد القرعه مولفه كنحط فيها هكا لنفترض حاطه فيها هكا حاطه فيها الخميره ديال الحبيبات او لا شابلور، كناخذ كل شيء وكناخذ من طبيعه الحال هاد القريعات كنخويهم وكنعاود هكا نغسلهم مره اخرى باش هكا كيتنظفوا ليا مره في الشهر. كيف ما شفتوا معايا بالنسبه لهاد القريعات راني خويتهم، غادي نحكهم من طبيعه الحال. وبالنسبه لهاد الشتاء حتى هي مخصاها هكا غير الترموسات ومخصاها هكا غير القريعات هكا ديال الزاج، وغادي نحكهم بنفس الطريقه ونغسلهم ونغسل كاع القريعات هكا اللي كنستعمل اولا كنرتب، حتى الطويصات اللي كندير فيهم من طبيعه الحال الزيتون حتى هما غادي نخوي كل شيء. المهم غادي نرجع كل شيء نقي ونضيف، عاد غادي نرتبو ان شاء الله في الثلاجه. المهم خليوكم معايا ما تمشيوش بعيد، وإلا كنتو مازال ما درتوش ليا لايك للفيديو الله يجازيكم بخير خليو لي لايكاتكم، مشاركه هذا الفيديو مع العائله والاصدقاء بالنسبه للاخوات اللي كيبغيو هكا كيفاش ينظفوا ويرتبوا الثلاجه ديالهم باش يستافدوا من طبيعه الحال اكثر. فبصراحه بالنسبه لهذا الفيديو راني درتو الاخوات اللي ذكرت لكم بانهم طلبوني على هذا النوع ديال الفيديوهات ديال التنظيف، وقلت غادي نشارك معكم مره فيديوهات ديال التنظيف اللي ان شاء الله غادي تستافدوا منها. فبصراحه حتى انا شحال هذه كنت خديت هكا خديت هكا الملفوف واخا وضعته في البلاستيك الغذائي خلى ليا واحد الرائحه اللي هي كريهه في الثلاجه، فما خليت ما درت اخواتي. فبصراحه دوك الايامات ما كانتش عندي هكا بيكربونات الصودا، فاحتاجيت درت هكا الخل، درت ساشي ديال فاني، ما خليت ما درت وما مشاتش نهائيا. فهكا باش تعرفوا بان راه بيكربونات الصودا راه كتحيد اخواتي الرائحه. فملي شريت بيكربونات الصودا ودرتها مشات الريحه تماما بحال الا ما كانش. المهم غادي نرجع معكم هكا باش نكمل معكم الفيديو ديال اليوم. فكناخذ الخضره بعد ما كتنشف، فضروري باش تبقى لكم الخضره ديالكم مده طويله ما كيوقع ليها حتى شي حاجه حتى كتساليوها حبه بحبه، فضروري انكم تخليوها تنشف لكم مزيان. فانا ما كنمسحهاش، كنخليها حتى كتنشف على خاطرها، فتقريبا كتاخذ هكا واحد الساعه، خصوصا دابا راه الجو سخون بزاف، ساعه راه هي كافيه باش الخضره ديالكم تنشف وما كتكونش فيها حتى شي قطره ديال الماء. صافي كناخذ هنايا بالنسبه للفكره الثانيه اللي كندير المجوره اللي كندير فيهم طبيعه الحال الخضر. اول حاجه كنديرها منها كتخلي ليا هذا المجر كيكون هكا نظيف، ومنها كتحافظ ليا اكثر على الخضر. كناخذ هذا ورق النشاف كيف ما كتشوفوا معايا كنديروا في الاسفل، فضروري انكم تاخذوا هكا ورق النشاف وديروه في الاسفل. اول حاجه كيف ما ذكرت لكم راه كيخلي لكم الثلاجه كتكون هكا نقيه، ما كيتوسخوش لكم هذوك المجره، فقط الا بانوا لكم هكا توسخوا لكم فكتحيدوا هذا ورق النشاف وكتعاودوا ديروا واحد جديد بلاصتو.
صافي. وفي نفس الوقت راه كيحافظ لكم على الخضر. كيف ما كتعرفوا الخضر هكا راه كتكون فيها هكا ديك الرطوبه ديالها، فملي كتمتصوا هاد ورق النشاف فما كتخسرش لكم الخضر. هنايا كيف ما شفتوا معايا بالنسبه للطريقه ديالي ديال ترتيب الخضر والاحتفاظ بها، راني شاركتها معكم بزاف ديال المرات في القناه. فانا بعد ما كنغسل من طبيعه الحال الخضره وكنخليها كتنشف، فكناخذ هكا هاد الخضر كل حبه كنديرها في البلاستيك الغذائي، وكنتاكد اولا في السلوفان، وكنتاكد بان هاد الخضر مغطيه مزيان مزيان، ما كتبقى فيها حتى شي بلاصه هكا اللي كتكون هكا باينه فيها الخضره، باش هكا اخواتي ما كتخسرش. وبالنسبه للجزر حتى هو كنت كندير كل حبه بوحدها، ولكن من بعد وليت كنجمع هكا كل 4 او 5 ديال الحبات كنجمعهم. وكيف ما شفتوا معايا كنسد مزيان هذاك البلاستيك الغذائي باش هكا كتبقى محافظه على الطراوه ديالها. كتبقى واخا تبقى لكم حتى 15 يوم كتحسوا بالخضر ديالكم بحال الا عاد شريتوها. صافي نفس الطريقه كنديرها حتى القرعه الخضراء كيف ما شفتوا معايا، المكور، الخيار حتى هو كل حاجه كندير حبه، كل حبه هكا بوحدها في السلوفان. وكيف ما كتشوفوا معايا راه بالنسبه للخضر الا جيتو هكا تجمعوا في كل خضره كتجمعوها في بلاستيكه وحده كيف ما كنديروا من شحال هادي، فكتاخذ لكم بزاف ديال ليسباس هكا في المجر وما كيكفيكمش. ملي كديروا من طبيعه الحال هاد الطريقه ديال كل حبه بوحدها كيف ما كتشوفوا معايا راه هي كتهز لكم كميه اللي هي كثيره. بالنسبه للربيع غادي نخليه يزيد ينشف، ومن بعد غادي نقطعوه، غادي نديرو في الطحانه الكهربائيه اللي كتقطع من طبيعه الحال. وبالنسبه للفلفله غادي نزيد نخليها هكا تنشف، بانوا لي هكا شي قنيتات مازال ما نشفوش ليا، وغادي نقطعها وغادي نوضعها في المجمد. غادي نخلي فقط هكا 2 الحبات اولا 4. بالنسبه كاين اللي بغيت نطيب هكا طويجين ديال الحوت اولا اي حاجه باش هكا نلقى باش نزين من طبيعه الحال. دابا غادي نرجع لكم الثلاجه. بالنسبه للثلاجه انا حكيتها مزيان بهذيك بيكربونات الصودا، ونشفتها بواحد المنديل اللي كيكون فازك، وعاد درت ليها منديل اللي كيكون ناشف باش هكا اخواتي ما كيبقاش فيها حتى حاجه ديال الماء، اولا كدوزوا عليها ورق النشاف. وهنايا اخواتي راني استفدت فيها كامل الخضر والاشياء اللي كانت فيها. فهنايا اول حاجه شنو كديروا ملي كتجيو هكا كتستفوا اولا كتنظفوا الثلاجه ديالكم، كتعرفوا شنو خصكم. فانا هنايا كنت عاد غادي نمشي باش نتقدى هكا الاشياء اللي كتكون خاصاني من طبيعه الحال في الثلاجه. يلا تقديت هذا النهار غير الخضيره، وقلت باش هكا نضيفها وفي نفس الوقت نعرف لي غادي يخصني نشريه من طبيعه الحال. هنايا كيف ما كتشوفوا معايا بالنسبه للمجر الاول اللي راني درت فيه الخضر، المجر الثاني دايره فيه هاد الشبيكه اللي وضعت فيها الطماطم. بالنسبه للكميه ديال الطماطم فانا النصف ديالها درتو يتسلق وطحنته ودرتو في المجمد هكا الا احتاجيتو في لي بات اولا في الحريره. والشبيكه الاخرى حتى هما كينضموا لينا من طبيعه الحال الثلاجه، وضعت فيها هكا شويه ديال الدلاح والشهديه. وهنايا وريتكم غير الحامض والفلفله فما لقيتهمش كيتباعوا، كانوا عندي هادو في الثلاجه. هنايا بالنسبه لهداك ورق النشاف انا وضعه فيه القليل فقط من الربيع الا بغيت هكا نزين به، اولا نوضعو هكا طريف شي وصفه. صافي بالنسبه للطاجره اللي الفوق ديال الخضر والفواكه، فخديت هنايا هاد الشبيكه الطويله دايره فيها دوك القريعات، وضعه فيها لا شابلور، دايره فيها الخميره حبيبات، ودايره فيها ضويمه اللي كنستعمل بطبيعه الحال غير مره ما كنديرش كنور اخواتي دائما. وبالنسبه لهاد الشبيكه انا وضعه فيها الاشياء الخاصه بالحلويات، وضعه فيها هكا كيف ما شفتوا معايا الكريمه السائله، الجليكوز والناباج. هاد الشبيكه انا مخصصاها فقط غير بالنسبه للاشياء اللي كنفطروا بها اولا كنديروا بها الكوتي. وهاد الشبيكه جمعها من طبيعه الحال غير الياغورت، ملي كيكون عندي هكا ياغورت اولا شي عصير فكنديروا في هاد الشبيكه كيف ما كتشوفوا معايا. فإلا جينا نستفوا هاد الاشياء كامله غير في الطاجره فغادي تكون باينه لينا مكركبه، وفي نفس الوقت اخواتي ما غاديش تبان لكم الثلاجه ديالكم منظمه. وبالنسبه اخواتي لهاد الطاجره الاخرى فانا وضعها هاد الشبيكه كيف ما كتشوفوا معايا. فهاد الشبيكه دايره فيها هكا غير الكريم باتيسير، وضعها فيها بودره ديال النشا ديال الذره، ودايره فيها هاد القريعه ديال نيسلي، واي حاجه هكا خاصه بالحلويات فكنزيدها كيف ما شفتوا معايا راه بقات هكا واحد البليصه. وهاد الحيله بغيت نشاركها مع الاخوات اللي كتخسر لهم الثوم ديالهم. فكاين بزاف ديال الاخوات اللي كيوضعوا هكا الثومه
على برا كيوضعوها هكا في شي شبيكه اولا اي حاجه اللي كتنفس من طبيعه الحال. بالنسبه لهاد الطريقه كنديرها كتبقى لكم مده اللي هي طويله طويله بزاف، والله العظيم ما كتخسرش لكم. فقط حيدوها من هذيك الكركوبه اللي كتكون فيها الثومه، وضعوها في شي حاجه وغطيوها بالبلاستيك الغذائي وديروها من طبيعه الحال في الثلاجه. كتبقى هكاك طريه وما كيوقع ليها حتى شي حاجه. فعلاش كنغطيوها بالبلاستيك الغذائي؟ ماشي باش ما تخسرش لينا، فقط باش ما ديرش لينا هكا الرائحه ديال الثوم في الثلاجه. صافي. وبالنسبه لدوك الطويصات انا وضعه فيهم هكا الزيتون، كينضموا ليا الزيتون. وهاد الشبيكه فانا كندير فيها هكا غير هكا الجبن الاحمر، كنوضع فيها الجبن ديال الموتزاريلا. بالنسبه لهاد الحيله غادي نشاركها حتى هي مع الاخوات اللي كيهمهم الامر. الا كنتو كتشريو من طبيعه الحال الجبن الاحمر كيف ما كندير انا، كناخذ هكا الكره ديال الجبن الاحمر، كنت كناخذها وكنقطعها قطع بهذا الشكل، وكنوضع كل قطعه في البلاستيك الغذائي وكنحتفظ بها في المجمد. فبصراحه ما بقيتش كندير نهائيا هذا الجبن في المجمد، كيبقى ليا مده طويله في الثلاجه ما كيخسر ما حتى شي حاجه. شنو كندير ليه؟ كنوضعو في البلاستيك الغذائي وكنغطيه مزيان باش هكا ما كيدخلش ليه الهواء، وكنوضعو في هاد الشبيكات. شتي كيبقى لكم حتى كيسالي حتى هو ما كيخسرش نهائيا. فملي كنوضعو في المجمد اول حاجه المذاق ديالو كنحس به بحال كيتغير، وفي نفس الوقت ما كتجيكمش طريقه اللي هي عمليه باش تاخذوه وتحكوه اولا كتحكوه من قبل. فبصراحه الطريقه جاتني انا زوينه بزاف. الطاجره الفوقانيه دايره فيها كيف ما شفتوا معايا البيض، ودايره فيها التمر، والطاجره الفوقانيه كامله كنوضع فيها غير قرعه ديال الماء، وكنخلي الا دايره هكا شي كيكه اولا شي طورطه. بالنسبه للباب فانا منظمه غير بطريقه عاديه كيف ما شفتوا معايا. هاد البلاصه دايره فيها القهوه، ديك القرعه راه هي خاويه غسلتها وحطيتها، كنوضع فيها الزيت ديال القليله بقات ليا. هاد الطاجره كيف ما كتشوفوا معايا كنوضع فيها هكا الكيتشوب المايونيز، كندير فيها هكا المطارد، ودايره فيها هاد العلب ديال النيسلي كراميل والنيسلي العادي، ودايره دوك لي ميغارون اللي كنستعمل في الحلويات. وبالنسبه للجهه الفوقانيه كامله كنوضع فيها هكا غير الشوكولاته البيضاء والشوكولاته السوداء كيف ما كتعرفوا بالنسبه للجو راه سخون دابا. والجهه الاخرى راني دايره فيها هكا الحليب والخل من طبيعه الحال، وصلصه ديال الصوجا، ودايره فيها ديك القريعه ديال الماورد. فبصراحه حاولوا ديروا هكا الماورد اخواتي في الثلاجه، فكينفعكم هكا في الجو اللي كيكون سخون. بداو كل مره دوروا من هكا تنفعوا هكا البشره ديالكم بالماء ديال الورد، وفي نفس الوقت راه كيبرد عليكم. دابا غادي نشارك معكم اخر حيله بالنسبه للثلاجه اللي كتخلي لكم ريحه اللي هي زوينه بزاف مده طويله. فكناخذ هكا تقريبا واحد معلقه كبيره اولا معلقه ونص ديال بيكربونات الصودا، كنضيف ليها ساشيه ديال سكر الفانيلا. فسكر الفانيلا مع بيكربونات الصودا كيحيد لكم الرائحه الكريهه اللي كتكون هكا ديال الخضر في الثلاجه، وفي نفس الوقت كتعطيكم ديك الريحه ديال الفاني، كتعطيكم ريحه زوينه. ملي كتجيو هكا كتحلوها كتلقاو ديك الرويحه رائعه رائعه بزاف. صافي هنايا بعد ما ساليت الثلاجه فالغديوه راني درت هنايا غير طويجين ديال الحوت. فدرتو بالطريقه العاديه، حكيت مطيشه، درت المعلقه كبيره ديال مطيشه ديال الحك، درت التوابل الخاصه بالحوت، شويه الكمون، البزار، التحميره والملحه، الربيع، الثومه محكوكه. صافي وشرملت مزيان هذيك السمك، شرملته بنفس الشرموله اللي درت من طبيعه الحال في الصلصه. صافي وضعت الصلصه حتى ولات خاطره ليا واحد شويه، وضفت ليها هذاك الحوت بعد ما شرملته، وزينت هنايا الفوق ديالو بشويه ديال الزيتون وشويه ديال الفلفله في الالوان، وغادي نضيف ليه غير واحد نص كاس ديال الماء ونخليه يطيب على خاطرو. صافي. وبالنسبه للفلفله هنايا غادي نخليها كيف ما ذكرت لكم تزيد تنشف اكثر، وغادي نقطعها نديرها في المجمد، كتبقى لكم مده طويله كتحتاجوها هكا في الحشوات او لا اي وصفه بغيتو فيها هكا قطع ديال الفلفل الالوان فكتكون عندكم واجده. وهنايا اخواتي من بعد جيت هنايا باش نصوب هاد الحريشات. راني حطيت لكم الفيديو البارح ديال هاد الحريشات اخواتي، جاوبوا رائعين. حريشات في الفران اللي ممكن انكم تحضروهم لوليداتكم لعائلتكم والضيوف ديالكم، او لا تحضروهم للفطور ديال العيد فكيجيو هائلين. درت فيهم حشوه ديال حبيبات ديال الشوكولاته، تقدروا تعمروهم باي حاجه اللي بغات هكا الوصفه بالتفاصيل ديالها. سيروا شوفوا الوصفه، غادي تلقاو ان شاء الله الرابط ديال الوصفه في صندوق الوصف وفي اول تعليق باذن الله اسفل هذا الفيديو.
فكنقول لكم بهكا وصلنا لنهايه ديال الفيديو. كنشكركم بزاف بزاف على المشاهده ديالكم. سمحوا لي بزاف الا طولت عليكم وكنغبر عليكم مره غير سمحوا لي، ولكن والله العظيم ما كنلقاش هكا الوقت، خصوصا ملي كتكون عندي هكا شي كوموند ديال شي حاجه اللي كنكون اصلا مصورها وحطها لكم في القناه. ما كنبغيش ندير لكم نفس الفيديوهات باش ما تملوش. داكشي علاش اخواتي ما كنساليش باش نصور، وحتى الا صورت شي حاجه بعض المرات ما كنلقاش الوقت باش ندير لكم المونتاج. فكيف ما كتعرفوا راه المونتاج كياخذ واحد شي شويه ديال الوقت، فكنعتذر منكم من هذا الفيديو. فشجعوني باش هكا نبقى دائما حاضره في القناه، شجعوني بلايكاتكم. شاركوا هذا الفيديو مع العائله والاصدقاء، خليوا لي التعليق الزوينه اللي ديما هكا كتشجعني. الا بغيتو شي وصفه نحضرها لكم خليوها لي في لي كومونتير، وان شاء الله باذن الله غادي نشاركها معكم في اقرب وقت باذن الله. وغادي نشارك معكم حتى بالنسبه للاخوات اللي طلبوني على الحرشه العاديه، على لي كاب كيك، على بالنسبه للاخوات اللي بغاو هكا وصفات العيد، الفطور ديال العيد. فان شاء الله غادي نشارك معكم وصفات قبل من العيد. غير كونوا في الموعد وشجعوني كيف ما ذكرت لكم في هذا الفيديو، شجعوني بلايكاتكم باش هكا اخواتي نزيد هكا نصور لكم. كنعتذر لكم على الصوت شي شويه في هذا الاخر، الصوت غتحسوا به هكا شويه مبحبح وبهكا. ما سخيتش بكم، غادي نخليكم باش تشوفوا معايا الشكل النهائي ديال هاد الحريشات. الا بغيتو هكا تشوفوا الوصفه راه كيجيو هشاش وغادي يعجبوكم. حضرتهم بنص كيلو فقط ديال السميده رقيقه، فكتخرج لكم 28 حبه ديال هاد الحريشات اللي كيجيو رائعين. ونسيت ما ذكرت لكم في الفيديو، فتقدروا تنسموهم بالفانيلا كيف ما شفتوا معايا درت انا، اولا كديروا علبه ديال الياغورت طبيعي وكتنسموهم بالقشور ديال الحامض اولا البرتقال. صافي بهكا. كنقول لكم شكرا لكم بزاف مره اخرى. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جاي. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.